اللي معاه 2 مليون جنيه معاهوش فلوس. حاجات محدش هيقول لك عليها في الريل استيت. ثواني قبل ما تدخل تشتمني في الكومنتات، انا لا معايا نص ولا حتى ربع المبلغ ده. انا بس عايز اشاركك حاجه اتعلمتها من خبره السنين في العقارات. اللي ما معهوش ربنا يكرمه ويزيده من نعيمه، لكن مش شاغل دماغه بسوق الاستثمار عامل ازاي ولا على باله. واللي معاه كتير ربنا برضه يرزقه ويزيده، بس ده راجل عارف بيحط فلوسه فين وبيستثمرها ازاي، ويقدر يعالج امور الماديه ويحميها من التضخم. لكن مين اكتر ناس خايفه على فلوسها؟ اللي معاهم رينج ال 2 مليون، اللي هو قدام الناس معاه بس هو في الحقيقه ما معهوش، اللي ممكن في خبطه تضخم واحده ينزل طبقه اجتماعيه كامله. دول اللي فعلا بيتاثروا تاثير كبير، وفلوسهم طول ما هي معاهم في شكل ورق قيمتها بتقل وقوتها الشرائيه بتقل. يعني ال 2 مليون جنيه دول من سنتين بس كانوا يجيبوا لك شقه حلوه محترمه في التجمع حتى لو بره كومباوند. النهارده ال 2 مليون جنيه دول ما يجيبوش شقه في التجمع لا جوه ولا بره كومباوند. وبعد سنتين كمان غالبا ال 2 مليون جنيه غالبا ممكن ما يعرفوش يجيبوا لك شقه حتى في منطقه شعبيه. فبالتالي اوعى تسيب فلوسك في شكل كاش، لازم تستثمرها عشان حتى لو ما كسبتش فيها تحافظ على قيمتها من التضخم، سواء بقى حطيتها في ذهب، بورصه، تجاره، عقار. بس المهم لو استثمرت في عقار تعمل ايه؟ تكلمني وانا هقول لك تستثمر فلوسك ازاي. مصطفى سمير، ريال استيت ايجنت.